فضيحة كروية يا جماعة كانت على استاد نانت النهاردة في فرنسا. المنتخب المصري بيخسر 6-0 من المغرب بنتيجة مذلة ومهينة للمنتخب المصري. يعني أنا بعتبرها النتيجة مذلة للمنتخب المصري. المنتخب المصري لا أداء ولا طعم ولا لون ولا الهوى ولا لعب أصلا كورة على بعضيها. يعني المنتخب يعتبر مفيش أداء، كله عشوائي، مفيش دفاع، مفيش هجوم، اللعب كله فرديات، كرة والتانية وبتقطع مننا. بص بقى الناحية التانية على المنتخب المغربي، فريق منظم، فريق قوي دفاعيا وهجوميا، تحرك بدون كورة. يعني مع الباص عندهم ما بيطلعش غلط. المنظومة عندهم ماشية على أعلى مستوى. بص عندك بقى في المنظومة، عندك انت بقى مفيش تأجيلات عندهم. عندهم المسابقة في المغرب يعني منتظمة جدا، التحكيم على أعلى مستوى. مفيش تأجيلات خالص، اللعيبة كلها لياقتهم البدنية والفنية على أعلى مستوى. عندهم في المسابقة عندهم بتخلص في وقت معين، بتبتدي في وقت معين وتخلص في وقت معين. لكن تعالى بقى بص على الجانب المصري، انت عندك الموسم لسه ما خلصش لغاية دلوقتي. أنا عمري ما شفت دوري بيقعد سنة كاملة إلا الدوري المصري، سنة كاملة، ولسه الكاس كمان لسه ما خلصش. يعني اللعيبة أساسا مش قادرة تقف على رجليها، علاوة أساسا كمان إن أنت أصلا يعتبر يعني جودة التصوير عندك والملاعب يعني مش قد كده. وبعدين أنت بتطالب بتشفير الدوري. تشفير الدوري بناء على إيه؟ ده المفروض يبقى فيه حساب عسير على الماتش اللي حصل النهارده دوت، حساب عسير. المنظومة الكروية عندنا يا جماعة لازما تتفور، ولازما تيجي ناس خبراء أجانب على أعلى مستوى يمسكوا لك المنظومة الكروية والجدول المسابقة، ويحطوا لك الجدول من أول أسبوع لآخر أسبوع. يحط الجدول كده، لازم الجدول يتحط من أول أسبوع لغاية آخر أسبوع زي الدوريات التانية. لكن احنا عندنا تأجيلات، زي ما انت عايز تأجل أجل، اللي انت عايز عايز ما تلعبش ما تلعبش، عايز تنسحب تنسحب، ما ينفعش. في المغرب بيلعبوا في افريقيا، الفرق بتلعب في افريقيا وترجع تلعب في الدوري، مفيش تأجيلات، كل واحد كل هناك سواسية. لكن احنا عندنا هنا تأجيلات على حسب المزاج. عايز تأجل ماتش عينيا هبقى أجلك الماتش. فالمنظومة تعتبر عندنا مش على أحسن حال. فالمفروض يعاد ترتيب المنظومة الكروية كلها بالكامل، ولازم يحصل حساب اللي حصل النهارده. دي تعتبر فضيحة يا جماعة، فضيحة. 6-0 كتير. المنتخب المغربي هو كان بيلعب النهارده اثيوبيا ولا الصومال ولا جنوب السودان، مع احترامي ليهم. المنتخب مصر المنتخب المغربي كان بيلعب منتخب مصر، زعيم افريقيا، زعيم افريقيا. يعني المغرب مش واخده زيك دوري ابطال افريقيا، فازاي هم عندهم يعني القوة والشراسة واللعبة لأعلى مستوى دوت، وأنت ما عندكش الكلام دوت. احنا النهارده ما لعبناش كورة بشيلن زي ما بيقولوا، ما لعبناش كورة. فالمفروض يبقى في حساب عسير على اللي حصل دوت، ولازم كله يتحاسب. عشان اللي حصل ده يعتبر فضيحة. أنت ما عندكش ولا دفاع ولا هجوم ولا يعني حتى حمزة علاء كان صعبان عليا النهارده. الحكم النهارده يعني رأفة بنا نهى الماتش في الدقيقة 90 بالظبط. يعني البطوله ديت من ساعه ما اتفرجت عليها كان يقول لك ايه الوقت الاضافي 12 دقيقه و10 دقائق و9 دقائق و8 دقائق و15 دقيقه. فاول مره اشوف حكم يجي في الدقيقه 90 ويصفر. يعني الحكم كان رحيم بينا بصراحه، يعني قال لك لا ده النتيجه هتزيد اكتر من كده. فكويس بصراحه. انا كنت اتمنى اللي هو ينهي الماتش من الدقيقه 70 او من الدقيقه 80. يعني حرام، يعني كل هجمه بجول. خد يا زلزول جيب جول، خد يا رحيم جيب جول، خد يا اي حد كان بيروح كان بيجيب جول على طول، بيهدف اي حد. ومفيش دفاع عندك، وحسام عبد المجيد حالته برده مش قد كده، محمد طارق وزنه زايد. فالله يكون في عون اللعيبه بصراحه. بس اللي حصل ده لازم يبقى فيه وقفه، وقفه جامده كمان، وحساب عسير للي حصل دوت. ده دي تعتبر فضيحه يا جماعه، فضيحه كرويه، والله فضيحه كرويه. يعني 6-0 نتيجه مذله. يلا هارد لك للمنتخب المصري،
واداء سيء. يعني اسوأ ماتش المنتخب لعبه بصراحه هو الماتش بتاع النهارده. مبروك للمغاربه البرونزيه، وهارد لك للمنتخب المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.